السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتكم المتجددة مملكة محمد وامين. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. النهارده بقى يا جماعة اعمل معاكم اكلة بسيطة وخفيفة وجميلة وكل الناس بتحبها، مفيش حد ما بيحبهاش. هنشوف بقى الخطوات كده، خليكم معايا وكله بقى ايه يحط اللايك وينزل يصلي على النبي ويكتب لي كده كلمة حلوة كده. خليكم كده معايا عشان واحنا بنعمل الاكل النهارده. زي ما انتوا شايفين انا غسلت الفيليه. بصوا الفيليه اهو غسلته بالليمون والميه وكده. دلوقتي هحضر التتبيله معاكم، خليكم معايا وانا بحضر التتبيله. اول حاجه في التتبيله بصلايه مغسوله وهبشرها دلوقتي واقطع طماطمايه اهو يا جماعه. اديني قطعت القوطه، انا بحب اقطع القوطه كده في الفيليه. وبشرت البصله وهنحط دلوقتي بقى في الفيليه اسمر وملح بس يا جماعه، ما بحبش احط اكتر من كده. هو الفلفل الاسمر والملح حلو جدا. بدور على الفلفل الاسمر مش لاقيه يا جماعه. ينفع كده نحط حبه ملح اهو. بصوا كده وادي يا ستي برضه مش فلفل اسمر. اخيرا لقيت الفلفل الاسمر اهو. بصوا وادي حبه فلفل اسمر كده. قلب قلب بقى. بصوا اهي اتقلبت. نجيب بقى الفيليه بتاعنا كده، نحط واحده واحده كده بقى وندبلها كده اهو. غاسله ايدي والله وايدي نضيفه. الناس اللي هتتكلم عشان عارفه الناس ايه في الكومنتات بتبقى فظيعه. وهنعمل كده، نعمل بقى الكميه كلها ونرجع لكم. كده بقى احنا دبلنا كميه الفيليه كلها، وبعد ما تبلناها يعني سبتها شويه يعني 10 دقايق كده في البصل. وبعد كده بقى بحط بيضايه. فين البيضه يا جماعه؟ هحطها دلوقتي زي ما انتوا شايفين يا جماعه. دي بحط البيضه اهو اهي يا جماعه، وهقلبها بقى كلها في الفيليه. يعني البيضه هقلبها في الفيليه كده. قلبت البيض في البصل بالتوابل بالطماطم بكل حاجه. نقفله بقى كده. بصوا يا جماعه اهو. دي علبه تلاجة واحطها بقى في التلاجة ساعتين. بعد الساعتين بقى بيبقى جميل. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا يا جماعه. عارفين يا جماعه كل ده ولسه الطماطم ما جاتش. يلا الحمد لله يا جماعه. بصوا اخد بقى كده المواعين. خصوصا المواعين كان في كومنتات سلبيه كده على المواعين اللي انا غسلتها عند حماتي. يقولوا لي امينه لازم تبقى المواعين فيها صابون. يعني هو انا بغسلها من غير صابون؟ ده كلام يعني يا جدعان؟ النبي يا جدعان لما تيجي تعلقوا على حاجه علقوا على حاجه تكون لافته نظري، ما تكونش اصلا يعني ما طبيعي ان انا هغسلها بصابون. انا كنت جايبها لكم وانا كنت غسلاها وبشطفها. في فرق يا جماعه. يا ريت نبقى فاهمين كده يا جماعه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ كله بقى يحط اللايك كده ويصلي على النبي. دلوقتي بقى ايه وانا بشطفهم هوريها لكم. لا هشطفهم انا بقى مش هوريها لكم. انا غسلتهم معاكم هشطفهم بقى انا. يا جماعة كده في مشكلة. الأوضة طلعت قليلة فبعدت أجيب أوضة. فهنعمل مهمة تانية بقى عبال ما ايه ما البت تجيب لي الأوضة. شايفين طبعا المية غليت اهي بتاعت المكرونة. حط بقى دلوقتي الملح والزيت. دي بس الزيت بتاعتنا الحلوة اهي. حطينا حبة حلوين اهو. يا جماعة كده انا لقيت المطبخ وسخ مني، قلت بقى امسحه بالمرة ويلا خليها عليا. حط معطر ارض كده يا جماعة. شايفين بحب امسح بيه قوي، بيخلي المطبخ ريحته حلوه كده. امسحه بقى كده يا جماعه واوريكم بعد ما افرشه. بعد البوتاجاز بقى هغسله بعد ما اخلص اكل. ما ينفعش اغسله دلوقتي وانا بعمل اكل. يا جماعه كده انا مسحت وفرشت واحساس جميل قوي بقى بعد ما تمسحي المطبخ كده تحسي ان المطبخ كده فريش وجميل. طبعا يا جماعه انا روقت الشقه برضو
بولع بخور دلوقتي. بصوا حط على الفحم البوتاجاز هغسله والله، بس بعد ما اخلص اكل يا جماعه. بصوا الفحمه دي كده خلصت، هحط دلوقتي البخور واوريكم بقى، خليكم معايا. بصوا يا جماعه شكل الفحمايه عامله ازاي. طبعا عشان ما عنديش مبخره فده بخور سايب يا جماعه. انا بعمل بايه بقى؟ بحط البخور السايب على المبخره لحد ان شاء الله ما اجيب مبخره. زي ما انتم شايفين يا جماعه المنظر، بصوا تحفه. بخر بقى الشقه كلها واوريكم الاكل في الاخر يا جماعه. وكده يا جماعه انا حطيتها هنا، والقوطه جت يا جماعه الحمد لله. القوطه جت مع القوطه اهي يا جماعه، والله العظيم يا جماعه الكيس اتلخبط. بس بصوا القوطه يا جماعه. هخش دلوقتي بقى اعمل التغذيه، خليكم معايا وانا بعملها. يا جماعه انا غسلت القوطه وعملت البطرمان اهو. دلوقتي بقى هضرب القوطه في الخلاط واوريكم انا بعمل الصلصه. خليكم معايا وكله يحط اللايك، اهم حاجه ايه؟ اللايك. ضربنا القوطه في الخلاط وده شكلها يا جماعه. ودلوقتي بعد ما صفيناها طبعا، ودلوقتي بقى يا جماعه خليكم معايا هوريكم انا بعمل الصلصه. كده يا جماعه رفعنا الحله على النار وحطينا فيها يعني حبه زيت يا جماعه. بصوا الزيت حلو ده، حلو قوي. حطينا حبه زيت ونسيب الزيت هيتقدح، احط عليه معلقه ثوم مفروم اهو. سامعين صوت الزيت؟ ننزل بمعلقه الثوم على طول. مفيش كلام. اول بقى مفتوم يا جماعه لونه احمر هنزل بالقوطه على طول. زي ما انتم شايفين يا جماعه دي نزلت بالصلصه اهي. انزل عليها بمعلقه فلفل اسود اهو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى يا جماعه اول ما تغلي نوطي عليها. اوريكم بقى طبعا بعد ما تتعمل بقى عشان ما اطولش عليكم. كده طبعا يا جماعه انا بدبل الفيليه. شايفين هو قعد نص ساعه ولا ساعه. دلوقتي بقى عملت بقسماط اهو. شايفين البقسماط يا جماعه؟ نطلع بقى كده الفيليه ونحطه في البقسماط وندبله كده اهو. نعمله كله كده بقى يا جماعه ونرصه بقى واوريكم. بصوا اديني عملته برضو دي مدفونه اهي. بصوا يا جماعه بحب ادفنها كده تبقى شكلها كده ممليه بقسماط. يا جماعه انا خلصت الكميه كلها ودبلتها في البقسماط. انا بحب الفيليه اصلا بالبقسماط بيبقى طعمه جميل كده واحسن من الدقيق الصراحه. طبعا انتوا اللي انتوا بتحبوه يعني. دلوقتي انا خلصت الكميه اهو. وبصوا بقى انا هغسل بقى الاطباق دي وكده انا خلصت بقى واوريكم بقى وانا بقلي. خليكم معايا. كده يا جماعه الصلصه بتاعتنا اتسبكت وانا بقى عملت ايه؟ حطيت التوابل بس ما وريتكوش الصراحه. حطيت بقى ايه؟ ملح وورقه ماجي وفلفل اسمر تاني وحبه كمون وحبه شطه صغيرين. ودلوقتي بقى دقتها لقيتها كويسه هطفي بقى عليها ونحمر الفيليه سوا. خليكم بقى معايا وانا بحمر الفيليه. كده يا جماعه حطيت الطاسه على النار وايه بقى مستنيه الزيت يتقدح عشان احمر الفيليه. طبعا كل يا جماعه يحط اللايك كده ويشترك في القناه. اول ما الزيت يسخن طبعا هنزل بالفيليه. كده يا جماعه الحمد لله الزيت اتقدح. وبصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال يا جماعه. بحب قوي اعمله بالفيجيتار. انا بحب اعمله بالبقسماط احسن كمان يا جماعه من الفيجيتار يعني. وفي ناس بتحب تعمله يعني بالفيجيتار، واحنا كنا الاول بحب اعمله بالفيجيتار بس دلوقتي انا بموت فيه بالبقسماط الصراحه. دي بقى كده وانا بطلع هوريكم برضه. كده بقى يا جماعه دي حمرت اهو. هطلعه بقى واحط فيه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نوسع كده يوم شطور كده يا جماعه اهو. شلت الاولاني ودي الطاسه الثانيه. خليكم بقى معايا لما اطلعه كله. كده يا جماعه قلبته على الناحيه الثانيه. حاولت اظبط لونه عشان المره اللي فاتت لونه حروق خالص مني. فكده لونه حلو الصراحه. مش عارفه باين عندكم ولا لا. كده بقى يا جماعه حطيت الطاسه الثالثه اهو. شايفين؟ قولوا شايفين بقى. انتوا ما بتحبوش الكلمه دي. ماشي يا جماعه اهو. اديني اهو
دي اخر طاسه، واوريكم بقى الشكل ايه الاكل يا جماعه. كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا بحمر اخر طاسه، احمرها بقى واوريكم في الاخر وانا برصاها. خليكم معايا كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين طبعا الصلصه والزيت طلع خلاص يعني اتسبكت. هننزل بقى كده يا جماعه بالمكرونه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نقلبها بقى جامد ونخليها تفك بقى. شايفين يا جماعه المكرونه والصلصه حمرا ازاي؟ انا بقى بحب الصلصه كتير وحمرا كده. احلى مكرونه في الدنيا والله. دي المكرونه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو. كده يا جماعه منظر الفيليه اهو، منظره تحفه اهو. وطبعا المكرونه اهي. كده بقى هناكل يا جماعه، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.